بعدما حل بالمدينة الحمراء خلال الساعات الماضية، كشفت مصادر خاصة سبب زيارة نجم مغربي حكيم زياش لاعب غلاطة سراي التركي لمراكش. وحسب مصادر فإن سبب زيارة الساحر المغربي حكيم زياش لمدينة مراكش هو البحث عن عقار شرائية بمدينة نخيل، وخاصة بمنطقة بالموري السياحية، حيث يتجه زياش إلى شراء فيلا فاخرة على غرار نجم فريق ريال مدريد والمنتخب الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي اقتنى مؤخرا فيلا فخمة بمدينة مراكش. وجدير بالذكر أن الدولي المغربي حكيم زياش قد قام قبل أيام قليلة ببيع فيلة أحلامه في فينكيفن ضواحي مدينة أوتريخت الهولندية، وحصل زياش مقابل ذلك على مبلغ فلكي للمنزل المتواجد في أشهر البحيرات بهولندا، حيث بلغ 6,000,000 يورو 966 ألف. واشترى زياش الفيلا الفسيحة في مارس 2020، وكان لا يزال يلعب مع أجاكس، وغادر إلى تشيلسي في وقت لاحق من ذلك العام. ووفقا لمصادر إعلامية هولندية، فقد دفع زياش ما يقل قليلا عن 3,000,000.9 يورو مقابل العقار في ذلك الوقت. وبعد 4 سنوات باع المنزل بحوالي 3 ملايين يورو إضافية.